يعني الإكليل كان الساعة 7. الحادث هي توفت 7 الا ربع. وديتوها المستشفى؟ وديناها المستشفى اللي هي في البلد في نضفة. قال لك لا عايزة تروح مستشفى خاصة. وديناها مستشفى خاصة. قال لك أمر الله نفس بعد محاولة كبيرة من الدكاترة. حاولوا ينعشوها. الدكاترة بصراحة كلهم، حتى الناس اللي كانت بتغير هدومها برضه جولة ووقفوا معاها، لكن قال لك أمر الله نفس. كانت خلاص فرقت الحياة. انتوا بقى كانت كصدمة بقى يعني ده شيء أكيد والله، هي صدمة على الكل. البلد يعني البلد تمت امبارح. الجنازة كان فيها مش ما يقلش عن 7-8 آلاف فرد حضر. كانت عروسة وفرحة فجأة بالظبط كده قلبت غم بقى. اتزفت للجنة إن شاء الله يعني. آمين إن شاء الله. يعني حضرتك قريبها برضه؟ ده يعتبر خالها برضه. خالها؟ انتوا بقى من نفس البلد، اخوالها من نفس البلد؟ ايوه اخوالها من نفس البلد، من الكوم الاخضر. انت كنت يعني موجود معاها ساعة ما تعبت كده؟ كنت موجود؟ لا انا كنت واخد اهلي ورايح القاعة بتاعت الاكليل. اللي هو منتظرينها في القاعة. فالتليفون جاني تعبت، فانا قلت ده ارهاق او حاله اغماء عاديه. طبعا ممكن تاخد حقنه او ما حدش يتوقع لان خاصه هي ما كانتش بتعاني من اي مضاعفات ولا كده. لا نانسي. انتوا بتقولوا صحيا كانت يعني فوق ال 100%. فوق ال 100%. بس فالتليفون لما جانا احنا رايحين على اساس ان هي حاله اغماء طبيعيه بتحصل لاي عروسه. تعب، قله نوم، قله اكل مثلا. تعب مشوار سفر لما جت من القاهره على هنا. لكن هو الواضح لا ان كان ربنا مختار يسترد امانته. بس عريسها بقى اكيد دخل في حاله انهيار طبعا. عريسها الله يكون في عونه والله. امبارح بكاء ودخل مستشفى، والنهارده نزل في مستشفى. هو مش متخيل ولا حد من الاهل ولا صدمة من الناس القريبه او البعيده متخيل لحد اللحظه دي ان هي متوفيه. صدمه للجميع. طبعا. عروسه رايحه بفستانها فجاه تتقلب بدل ما فستان يبقى كفن. والدتها عامله ايه دلوقتي؟ لا الله يكون في عونها. والدتها واخوها وابوها الله يكون في عونهم بجد. حالتهم صعبه جدا طبعا. والدتها تعبت النهارده، راحت للدكتور عطاها حقنه مسكن. نوم نايمه لحد الان من الساعه 12. كانت بنت جميله مؤدبه بنت كنيسه مثقفه، كانت يعني شاطره في شغلها. كانت شغاله ايه؟ كانت شغاله في شركه ميدل ايست. شركه يعني خاص. تمام. كانت شغاله في قطاع خاص. كانت شغاله كويسه وشاطره في شغلها ومحبوبه من زمايلها. وملتزمه جدا بمواعيدها في الشغل وفي البيت ومن كنيستها. وكانت يعني بتحب اهلها جدا.